في مشهد واقعي أبشع من جرائم الرعب اللي بنشوفها في الأفلام الأجنبية، قطع راسه بالسكينة وفضل ماسك الراس وماشي بيها يلف بيها في الشوارع، وراح عايس إيده من الدم وراح باصم على الحيطة وكتب على الحيطة بدم الراجل المسكين. جريمة النهاردة بتأكد لنا إن إحنا بقينا عايشين في مجتمع بيدق أجراس الخطر قوة رهيبة، لو ما تمش الانتباه ليها هتبقى كارثة على كل الأصعدة. تفاصيل جديدة ومرعبة عن أسرار قضية الأقصر اللي هزت مصر كلها من كام يوم، ومش هتسمع تفاصيلها غير معايا، وعشان تعرف أصل الحكاية تابع. حجاج كمال محمد راجل مسالم عنده 59 سنة، عايش في منطقة أبو الجود وبالتحديد في محافظة الأقصر. الراجل بيشتغل موظف عادي جدا في التضامن الاجتماعي زي كتير من الموظفين اللي بيجروا على أكل عيشهم. حجاج معروف عنه استجرانه وزمايله اللي معاه في الشغل السمعة الطيبة وحسن المعاملة والعشرة والطيبة، لكن للأسف الأخلاق الطيبة في زماننا ده مبقتش مانع أو حامل الإنسان الطيب من كلاب الشوارع اللي بقوا بينهشوا في أي حد يقابلهم. وللأسف الشديد الكلاب دي ممكن يكونوا عايشين جنبك أو حواليك أو معاك في الشغل أو جيرانك والباب لازق في الباب، وده بالتحديد زي اللي حصل لحجاج مع جاره الشاب التلاتيني المعروف عنه سوء الأخلاق والسمعة بسبب المصايب والبلاوي اللي بيعملها على طول مع أهله وكل جيرانه. ده كمان غير المصيبة الكبيرة إنه بيتعاطى المخدرات، وبالتحديد مخدر الشاب واللعين اللي أصبح كارثة بتهدد كل البيوت المصرية. والمخدرات ولا الشاب أثر على عقله وأصبح شخص لا يحتمل. بس تفاصيل اللي حصل تفاصيل صعبة. يوم 21 يناير 2025 فجأة وبدون أي مقدمات افتعل الشاب دون خناقة كبيرة مع المسكين حجاج بدون أي سبب حقيقي واضح، وفجأة وفي وسط الناس في الشارع فقد الشاب دون إنسانيته وأدميته اللي فقدهم من زمان أصلا، وتحول للشيطان في أبشع صورة. نفذ جريمة من أبشع الجرائم اللي ممكن تسمع عنها. فجأة لقى جاره المسكين راجع من الشغل، راح مطلع سكينة كان مخبيها وسط هدومه ودبح حجاج وفصل راسه عن جسمه تماما. وما استكفاش بكده، ده مسك الراس في ايده وفضل يلف بيها قدام الناس كلها في الشارع، والاصعب والافظع انه حاول ياكل من الراس ديا قدام كل اللي واقفين قدامه، في مشهد اقل ما يقال عنه انه رعب او مقزز مفيش عقل بشري يتخيله، لان مستحيل يكون وصلنا للمرحله دي. وراح حاطط ايده بقى في الدم كانه ذبح خروف وكتب على الحيطه بالدم. والجميل بقى انه كتب كلمات غريبه وغير مقروءه ولا غير مفهومه للكل. وعشان تصدقني ان احنا بقينا عايشين وسط خرافات وخزعبلات وبلاوي سودا بتحصل لنا، المشهد المرعب دون حصل قدام عيون كل الناس في الشارع وعلى مرأى ومسمع من الجميع، من غير ما حد فيهم بيفكر انه يتدخل ولا ينقذ الراجل الغلبان من ايد المجرم ده. لكن الكل طلع التليفونات وابتدى يصور، يمكن يركب الترند ولا الفيديو يعمل ملايين المشاهدات، وراح الضحيه وكانه ما كانش موجود. وفي اقل من ساعه طبعا كانت الشرطه اتمكنت من القبض على المجرم ده، وبعديها النيابه امرت بتحويله لتحليل مخدرات شامل عشان بعديها يتم عرضه على مركز الطب النفسي. وده بعد ما قلل النيابه في التحقيقات كلمه غريبه خلتهم يشكوا في صحه قواه العقليه والنفسيه. قال لهم ان دايما بشرب ميه مخلوطه باسمنت عشان اكون راجل قوي، ونفس الكلام دون اكدوا شهود عيان من نفس منطقته، وقالوا ان هو من سنين غير متزن نفسيا وحالته ازدادت سواد بعد ادمانه للمخدرات والشاب، لدرجه ان اسرته نفسهم عزلوه عنهم في مكان بعيد بعد ما يئسوا للاسف من علاجه. ووصل الجرم بتاعه لأذية إخواته، وحكى الأهالي إنه ضرب أخوه بآلة حادة على دماغه سببت له فعاها مستديمة. ده غير إن ما حدش سلم من أذيته من كل الجيران اللي حواليه، زي ما عمل مع حجاج المجني عليه بالظبط، بس المواضيع ما كانتش بتوصل للدم. وطبعا طلع مصدر امني اكد ان الجاني وقت ارتكاب الجريمه كان واخد كميه كبيره جدا من المخدرات، وطبعا ده سبب له حاله من الهياج الشديد غير كل مره كان بيأذي فيها كل جيرانه. وده طبعا لان النوعيه اللي بياخدها من نوعيه المخدرات المستحدثه اللي بترفع نسبه الدوبامين في الجسم وبتسبب في هلاوس بصريه وسمعيه. واتفرج على حلقه الشاب واللي عملتها وانت تعرف تاثير المخدر اللعين على كل ولادك يا مصر. الشاب ومخدر بيلغي الوعي والإدراك تماما. الشاب ومخدر بيحسسك ان اللي قدامك ممكن يكون ابوك او امك ماسكين لك سلاح ولا ماسكين لك سكينه ولا ايا كان ماسكين لك ايه، وهم ممكن ما يكونش في ايديهم حاجه، لكن المخدر صور لك كده. والمطلوب بقى من حضرتك انك تدافع عن نفسك قدامهم، فتموتهم او تقتلهم، ما بالك بقى بقيه الناس في الشارع. وده طبعا اللي حصل مع المجرم الجاني.
المهم ان بعد تشريح جثمان حجاج في المشرحه طبعا طلع التصريح بالدفن بعد عرض تقرير مفصل الى النيابه، وفي النهايه مش لاقي كلام اقوله افضل من كلام الدكتور علي شوشان خبير الطب النفسي في جامعه القاهره ورؤيته عن الجريمه دي اللي اختصرها في 4 أسباب: سوء التربية، المخدرات، انعدام التفاهم، سلبية المجتمع. الحقيقة ان الكلام ده لخص كلام كتير كان المفروض يتقال، وخصوصا لما ربط التربية وسوءها بالمخدرات، اللي أكد ان سوء التربية اللي بيعاني منه المجتمع هو اللي أدى إلى تفاقم ظاهرة المخدرات المنتشرة حاليا. يا ترى اللي بتسمعني دلوقتي وانت بتتعاطى المخدرات وبالتحديد المخدر اللعين الشوي، لسه هتكمل في الطريق اللي انت ماشي فيه؟ لسه هتستنى لما تذبح ابوك ولا امك ولا اقرب الناس ليك، ولا قررت انك تفوق وتشتري نفسك قبل فوات الاوان؟